سلام ومرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. نتمنى انكم تكونوا في اتم الصحه والعافيه. القضيه ديال اليوم السبب ديالها هو التنمر. هذه القضيه دارت ضجه كبيره في اوروبا. تخيلوا معايا ان القاتل قتل الزملاء ديالو في القسم بسبب التنمر، واللي غريب في الامر ان الناس متضامنين مع المجرم. بغيتوا تعرفوا تفاصيل هذه القضيه؟ بقاو معايا حتى الاخر الفيديو. 3 ماي 2023. القضية بقى جديدة في بلغراد في صربيا. واحد المراهق في العمر ديالو 14 سنة والاسم ديالو كوستا، كان تلميذ مجتهد في الدراسة ديالو وهادئ، ولكن كانوا تيوقعوا عليه مشاكل في المدرسة. الزملاء ديالو تيتنمروا عليه، تيكون غادي تيلوحوا ليه الهضرة وتضحكوا عليه. فيما تيشوفوا شي واحد منهم تيتنمر عليه، كوستا كان ما تعجبوش الحال وبقى تيهز في قلبه. هذا الموضوع دائما تتكرر. واحد النهار تنمروا عليه وكوستا هددهم وقال لهم الا ما سكتوش انا غادي نقتلكم، ولكن ما تيقوش وما عرفوش باللي تيهضر بصح. بالعكس، بقاو تضحكوا عليه وتتنمروا عليه اكثر. مشى كوستا وخلاهم، ومنين رجع للدار كتب الاسماء ديال الزملاء ديالو في المدرسه اللي تتنمروا عليه في واحد الورقه. اي واحد تنمر عليه كتب السميه ديالو باش كاع الاسماء اللي كتبهم غادي يقتلهم. ولكن الورقه كانت فيها واحد السميه ضارب عليها، ومنين سولوه قال ليهم باللي الاسم اللي ضرب عليه ديال واحد الولد كان تنمر عليه، ولكن رجع وطلب منه المسامحه. داكشي علاش مسح سميتو من قائمه الاسماء اللي قتلهم. الناس سماوهم الاسم اللي شطب عليه كوستا صاحب اكبر حظ في صربيا. كوستا لمدة ديال شهر كامل وهو تيخطط باش ينفذ الجريمة ديالو، كان مصمم باش يقتلهم. وقتاش يدخلوا المدرسة، وقتاش يدخلوا الحصة اللي غادي ينفذ فيها الجريمة ديالو، وشنو السلاح اللي غادي يستعمل، خطط لكل شيء، وهذا الشيء كامل كان راسمه في واحد الورقة. وقتاش يدخل، من غادي يدخل، اين حصة غادي يمشي ليها ويلقاهم مجموعين. المهم هو كان عارف راسو اش تيدير. وحتى السلاح اللي استعمل السلاح ديال الاب ديالو، حيت كان تعرف يخدمه بحكم انه كان تمشي مع الاب ديالو لنادي الرمايه. ومن بعد شهر كامل ديال التخطيط، جا النهار اللي قرر فيه ينفذ فيه الجريمه ديالو. 3 ماي 2023. خدا السلاح ديال الاب ديالو ومشى المدرسه، واول واحد شافو هالسلاح هو الحارس ديال المدرسه. حاول يمنعه ولكن ما قدرش، وهنا كان الحارس ديال المدرسة هو أول ضحايا ديال كوستا. كانت الخطة ديال كوستا من بعد ما يدخل المدرسة يمشي الحصة ديال التاريخ، وكان اختيار ديال الحصة ديال التاريخ ماشي صدفة، ولكن حيت كوستا كان هضر من قبل مع الأستاذ ديال التاريخ وشكاليه من الزملاء ديالو اللي تتنمروا عليه، ولكن المعلم ما عطاش الموضوع أهمية وما هضرش معاهم، ما دار والو، ما عطاش الكوستا الحق ديالو. اختار حصة ديال التاريخ باش يقتل المعلم معاهم. منين قتل كوستا، الحارس مشى الحصة ديال التاريخ، واول واحد مشى ليه هو المعلم، وجه الفردي جهته وقتلو. من بعد مشى الزملاء ديالو اللي كانوا تتنمروا عليه وبدا تقتلهم واحد بواحد. قتل 6 ديال البنات وولد كان العمر ديالهم تتراوح ما بين 12 سنة و 14 سنة. في المدة ديال 25 ثانية قتلهم كاملين. منين كمل الجريمة ديالو اتصل بالشرطة، جاو ولقاو عليه القبض، ومنين هضروا معاه قال لهم باللي عنده مرض نفسي وما يقدروش يحاكموه حيت العمر ديالو قل من 14 سنة، وعلى حساب القانون الصربي ما يقدروش يحاكموه. وقال لهم كوستا انه كان تتسنى هاد النهار بفارغ الصبر حيت قدر يقتلهم كاملين فيه. من بعد هاد الجريمة البشعة عنات حكومة صربيا حداد وطني لمدة 3 أيام. القضية ديال كوستا دات ضجة كبيرة، قاع الناس يهضروا عليها. كاينين واحد المجموعة من الناس تيشوفوا باللي القاتل كوستا عنده الحق في هادشي اللي دار وباللي خدا حقه، ومجموعة أخرى من الناس تيشوفوا باللي جريمة كبيرة وخاصو يتعاقب عليها.
وهنا تيسالي الفيديو ديالنا، خليو لي التعليق ديالكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.